نادي الزمالك مستريح، سهل جدا، ان مش مشكله، عادي، ايه المشكله؟ واحد داخل بيحل مجلس. طب وانت ليه ما عملتش اعلام قوي يرد زي ما الاهلي عنده قوه اعلاميه رهيبه، اللي بيجي جنب النادي الاهلي ولا حد من النادي الاهلي بياكلوه؟ ما هو ده برضو جاي بسبب، ما هو ليه الاهلي عنده اعلام قوي؟ لان عنده مجالس مستمره لسنوات طويله، ومجالس بتيجي تبع بعض. يعني ايه؟ الوحيد اللي دخل على فكره النادي الاهلي من بره الحزب، خلينا نسميهم احزاب، لان على فكره في الكوره دي تعتبر احزاب، بارتيز، صح؟ طبعا. الوحيد اللي دخل تقلد منصب رئاسه النادي الاهلي في اخر 30 سنه بره الحزب بتاع كابتن صالح سليم، وبعديه كابتن حسن حمدي، وبعديه كابتن محمود الخطيب. ما ده كل ده دايركشن واحد. خلي بالك كل ده دايركشن واحد. الوحيد اللي دخل من براهم هو المهندس محمود طاهر. صح؟ وبعد كده رجعوا تاني. فالناس بتبني على شغل بعض. فبيبقى في اعلام قوي، ناس موجوده بقالها سنوات طويله شغاله وبيسلموا بعض. ونفس الكلام في كل المجالات. انما لما بيجي لك مجموعه تبع ناس تانية خالص، وبعد كده بيجي لك مجموعه تبع